السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلبي، يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد، يا رب دايما كده تكونوا بتاخدوا من فيديوهاتي طاقة إيجابية وتستفادوا منها كده ولو بحاجة. طبعا كنت صاحية بدري النهاردة. صاحية بدري ليه؟ عشان هعمل محشي وعايزة المحشي على الغدا، يعني الساعة 11 12 بالكتير يكون الغدا جاهز. قمت الصبح جنبي هنا سوق، رحت جبت منه كرنب وجبت خضار وجبت فطار وظبطت الدنيا، وبعد كده جيت روقت البيت ودخلت المطبخ بقى وقعدت أعمل في المحشي. قبل الظهر ما يأذن كنت انا مخلصه المحشي بتاعي، وكان في حد جاي يتغدى معايا وفي الاخر اداني بومبا ما جاش، بس مش مشكله، متعوضه ان شاء الله، وربنا دايما يجعل بيوت المحسنين عمار يا رب. عملت المحشي بتاعي. اول حاجه طبعا بدأت بيها بعد ما روقت البيت، لان هو بياخد معايا وقت طويل، فانا كنت زي ما قلت لكم عايزاه على الغدا. المهم روقت البيت زي ما انتم شايفين. كان الشباب هنا عاملين عندي حفلة في الصالة، يعني مدخلة كوبايات كتيرة جدا من على الترابيزة، وكانوا واكلين مشبك، وكان في كمان كنت عاملة كيكة برتقال من كام يوم كده، كانوا يعني بيصحوا يفطروا بيها وكده، وكانوا مظبطين الدنيا. طبعا رجعنا كل حاجة مكانها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ونفضها بقى تنفيضة حلوة. نكنسة طبعا عندي المكنسة الكفة بتاعتها مكسورة وعايزة تتغير، فعملتها كده بالمقشة اللي هي الخشنة، قضت نفس الغرض. واصلا السجاد ده خفيف، مش بيشيل اي حاجه من فوق من على الوش، يعني حتى بالمقشه اللي هي الناعمه دي بيتكنس معاكي بكل سهوله، مفيش فيه اي مشكله يعني. عايزه اقول لكم ان الدرج اللي في الترابيزه ده يعني اسمه بيت الشواحن، انا بسميه، بقول لهم ده بيت الشواحن، فيه اكتر من 20 شاحن. يعني اي حاجه، اي رفايع تلاقيها في قصافات بقى، شواحن، اي حاجه بنقعد ندعبس بقى في الدرج ده، بنطلع منه كل الرفايع بتاعتنا. كنست الصاله زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وخلصت بقى اللي هو العادي بقى، يعني كان اللي نايم نايم زي ما هو، وكان اللي خرج راح له الشغل مشي، وروقت الدنيا، والدنيا بقت معايا تمام وزي الفل. طبعا انا بسرع الفيديو هنا لان طبعا المقاطع دي بتكون طويله جدا، فعشان ما تملوش، لان في واحده حبيبتي بتقولي انت بتسرعي المقاطع ليه؟ انا بسرعها علشان اللي بيسمع ما يملش، ما يتضايقش وهو بيسمع. بعد كده بعد ما خلصت الصاله وعملت كوبايه شاي وفطرت كده بحته كيكه، دخلت هنا على المطبخ اعمل بقى في المحشي بتاعي. بصوا ما خدش معايا اي وقت ابدا، وكنت فعلا على الظهر كنت مخلصه كل حاجه خلاص. كمان كنت متبله فراخ امبارح العصر، متبلاها ومجهزاها. طبعا الفراخ او اي حاجه عموما بتبقى محتاجه انها تتدبل وتاخد وقت طويل في التتبيل، بتديكي نتيجه افضل مما تعمليها في نفس اليوم. كلنا طبعا عارفين الكلام ده. فانا طبيعي اي حاجه بتبقى عايزه تتبل عندي من قبلها بليله، بالليل، من العصر، وهكذا. دايما العصريه عندي للحاجات اللي زي كده. وانا عملت معاكم روتين اللي فات، كان روتين العصريه برضو لحاجه زي كده. الفكره كانت منه لكده. دايما اي روتين بنعمله لازم تاخدي منه فكره. ايه الفكره؟ في حاجه هي انت يعني بلفت نظرك ليها، انت ما بتعمليهاش، تمام. كلنا طبعا بنتعلم ونستفاد من بعض. جبت هنا الرز بتاعي وحطيته على الصلصة. طبعا الصلصة انا عملتها وما صورتهاش لان انا عملت المحشي اكتر من مرة قبل كده. جبت هنا الصلصة بتاعتي وحطيت فيها الرز وبديله تشويحة على النار، وانزل بقى بمعلقة كبيرة من الثوم المهروس، على شوية كده من الكزبرة الخضراء، وانزل بقى بشوية من التوابل، ملح وفلفل اسود، بهارات لحمة، ورق لوري، حبهان مطحون، كزبرة، كمون، التوابل بقى اللي انت تفضليها وتحبيها حطيها على المحشي بتاعك. وبرده اقلب اقلب زي ما انتم شايفين. في الوقت هنا كنت طفيت النار، ما بولعش النار وانا بحط الخضار، لان الخضار لما بيتعرض للحرارة بيسود. فعشان الخضرة تبقى خضرة معاكي زي ما هي بالشكل ده، ما تولعيش عليها النار. طب ضروري تعملي الخطوة دي؟ انا بفضل اعمل الخطوة دي لان لما بدل الرز تشويحة في الصلصة، لما باجي احشي ما بلاقيش الرز يسقط معايا مية، والكلام ده بيكون ناشف وحلو قوي. كنت هنا الفراخ دي زي ما قلت لكم تبلاها من بالليل، طلعتها قبل ما اعمل المحشي. هدخلها الفرن على ما اكون خلصت المحشي بتاعي تكون هي استوت خلاص. وطبعا انا عندي شوربه للمحشي، فمش محتاجه شوربه من الفراخ خالص ولا حاجه. بعد كده جبت حله وحطيت فيها طماطم وحطيت فيها بصل، ونسيت احط فلفل، مش مشكله. حطيت الخلطه دي في ارضيه الصينيه، ودهنت الصينيه الحله، دهنت الحله قبل ما احط الحاجات دي زيت، عشان الحاجات دي ما تلزقش فيها وما تعملش معاكي دخانه، والمحشي كمان يبقى مدخن، خلي بالك من النقطه دي. ونحشي بقى بالطريقه العاديه خالص، عشان اقعد بقى احشي معاكم، ويعني بصوا عايزه لي ساعتين ولا حاجه للفيديو يعني.
جبت هنا الصلصة، وطبعا حطيت فيها معلقتين صلصة من بتاعة المحشي، من تسبيكة المحشي. ليه؟ بتدي للمحشي لون احمر وحلو كده، ما بيكونش المحشي لونه ازرق ومش حلو كده. بحب المحشي يكون لونه محمر شوية. حتى لو الطماطم عندك مش حمرة، ده بيديكي برضو نتيجة كويسة. طبعا الشوربة سخنة جدا، حطيت فيها معلقتين الصلصة زي ما انتم شايفين. ده الطبق اللي كان فيه معلقتين الصلصة. بقول لكم باخد هنا يعني معلقتين صلصة من بتاعة المحشي، بحطها في الشوربة وبديها غلوة على النار، وبعدين بسقي بيها المحشي بتاعي، يا دوبك نغطي الوش. وهنا بقى المحشي كان خلاص، هنا عمل لي حفلة المحشي، بوظ لي البوتاجاز. نقلته هنا يتردد على العين الصغيرة، ونغرف هنا بقى المحشي. ولادي مش بيحبوه سخن خالص، لازم اقلبه على صينية كده يبرد او يهدى، وبعدين اغرفه لهم بقى في اطباق كده ونتغدى وكده يعني. لكن هما مش بيحبوا، انا عن نفسي بحبه سخن جدا. يعني عايزه اقول لكم، طول ما انا بغرب بقى وعماله القط بقى كده يعني. بص انا شبعت اصلا وانا واقفه من التلقيط اللي انا بلقطه ده. شايفين التلقيط يا جماعه؟ يعني مش المحشي اصلا سخن وطعم طعامة السنين يعني. هنغرف لهم بقى كده طبق، نغرف الفراخ والمحشي. برضو كنت هنا بلقط برضو، مشغلوش بالكم ولا تركزوا خالص في التلقيط ده. بصوا المحشي، شايفين شكله عامل ازاي؟ المحشي طالع لونه محمر وحلو عشان الصلصة اللي احنا حطيناها في الشوربة، بتديله لون حلو جدا جدا. شايفين الفراخ شكلها حلو ازاي؟ الفراخ ما خدتش اي وقت معايا في التسوية، علشان احنا متبلينها قبلها بليلة، فما خدتش معانا اي وقت خالص. هنتغدى بقى، والف هنا وشفا للي هياكل، والف هنا وشفا للي هيجرب. وتعالوا بقى بعد كده نشوف هنعمل ايه. اول حاجة طبعا هنعملها بعد الغدا، بروق المطبخ على طول، مش بستنى خالص. جبت هنا شوية مية وحطيتهم كده على الحتة اللي اتحرقت من المحشي دي، وحطيت كمان شوية خل وشوية بريل، وبالاسبونشة الخشنة دي، وادعك بقى البوتاجاز دعكة محترمة، وننضفه ونخليه زي الفل. وبعد كده بقى نخش على الرخامات ونخش على المواعين ونشوف هنعمل ايه مع بعض. غسلته كده بالاسبونشة، وبعد كده نشفته، وغسلت الفوطة دي اكتر من مرة وانا بغسل البوتاجاز عشان يديني اللمعة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. خلاص. وبرده بقماشة ناشفة كده. وغسلت كمان الحوامل، غسلت العيون اللي هي محتاجة تتغسل. وخلاص خلص البوتاجاز معايا. بصوا اهم حاجة واول حاجة دايما ايدك تبقى فيها هو البوتاجاز ده، عشان يبقى عمره طويل معاكي وتحافظي عليه. لازم تغسليها. شايفين الحوامل بتلمع كأنها جديدة، عشان دايما ايدي فيها. بعد كده هنا جبت الحلة، واخد بقى المحشي اللي هو اتبقى معانا من الغدا. شايفين الكمية؟ يعني ما شاء الله انا عاملة كمية كبيرة، علشان طبعا يقضي لتاني يوم وكده، بيوفر عليا بقى. يا سلام، بصوا منتهى الثقة بقى والأنتخة لما بيكون عندك أكل لتاني يوم. يا سلام. في الجو ده ممكن تسيبي المحشي زي ما هو كده على الرخامة وما تخافيش، وده اللي حصل معايا بالفعل. والله ما دخلته التلاجة خالص، سيبته بره مغلفاه بالاستريتش راب كده من فوق، ما يدخلوش هوا. الحباية مش هتنشف ولا تحصلم ولا أي حاجة خالص. هتسيبيها كده على الرخامة وما تقلقيش الجو برد، مفيش أي ضرر أبدا إن الأكل يبوظ منك ولا أي حاجة. خلاص، ما تدخلوش التلاجة، حبيته بتنشف كده وما بيكونش حلو. تسيبيه بقى لتاني يوم. بعد كده تاني يوم تعمليه على الغدا، تسخنيه مثلا فايض حتة فرخة مش فايض، طبق بطاطس محمرة جنبه. والحمد لله رب العالمين على كده. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. انا دايما لما بكون عاملة محشي بزود شوية، وتاني يوم مش بطبخ، بقضي بالمحشي اللي فاضل عندي جنبه بقى طبق بطاطس محمرة فايض عندي شوربة ولا حاجة، اقوم عاملة طبقين ملوخية، وهكذا. والايام بتجيب بعضها. خلاص خلصت بقى هنا كمان المواعين وغسلتها وخليتها بص فله. كمان الحوض خليت الدنيا زي الفل. سريعا سريعا كده لما بتغسلي يعني. بصوا غسلت البوتاجاز وولعت على الشاي، وبقيت اغسل المواعين جنب مني زي ما انتم شايفين بالشكل ده. في منت كده بتكوني مخلصه. هنا بقى هنعمل كيكة الأوريو اللي احنا اتكلمنا عنها. هنجيب هنا الخلاط، نص كوباية من السكر، نص كوباية من اللبن، معلقتين كبار من الكاكاو الخام المر، بسكوتين كده من الأوريو. حلو الكلام، حلو قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدأ أول حاجة وهنعملها الصوص الشوكولاتة اللي هنغلف بيه الكيكة بتاعتنا من فوق. كل المكونات عندي بالكوباية المعيارية دي، مفيش كوباية معيارية، أي كوباية عادية، بس وحدي المقادير كلها بكوباية واحدة عشان تطلع معاكي مظبوطه. ضربنا الكلام كله في الخلاط، وطبعا ما ضفتش الزيت، علشان لما بضيف الزيت من الاول الخليط بيقفش معايا، والسكر بيفضل مخرز مش بيدوب.
خلاص. انزلي بالزيت في اخر حاجة. بعد كده جبت بولة ونزلت الصوص بتاعي. شايفين الجمال والحلاوة؟ احلى صوص ممكن تجربوه، طعم مطعم، طعمت السنين، حلو قوي. يعني لو انت بخلاف الكيكه دي لو عايزه اي صوص شوكولاته اعمليه بالطريقه دي هيديكي نتيجه حلوه. بعد كده جبت الخلاط وفي نفس الشفشق من غير غسيل ولا حاجه جبت كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، حبيتين من البيض، وعندي كمان نص كوبايه من الزيت، خلاص، ظرفين من الفانيليا، وعندي كمان معلقه صغيره من النسكافيه، بسكوته واحده بس من الاوريو، ممكن تستغني عنها وممكن تحطيها بس هي بتفرق جدا في الطعم. الكيكه اصلا كيكه الاوريو هتديكي نفس طعم بسكوتة الاوريو اللي انت بتجيبيها من بره. عندك هي بتبقى متغلفه بالكاكاو او بالشوكولاته من بره، بتكون الشوكولاته صلبه عليها شويه، انت هنا هتاكليها بالصوص، يعني يكون الصوص معاكي سايح ونايح كده زي ما بيقولوا. جبت هنا بوله وفضيت فيها الخليط بتاعي، وعندي هنا كوبايه ونص من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، عليهم رشه من الملح. نقلب الكلام ده كله كده مع بعض زي ما انتم شايفين. وعندي كمان 3 معالق كبار من الكاكاو الخام المر بالمصفى او بالمنخل. الدقيق ده منخول قبل كده وهننخله للمرة التانية عشان يدينا هشاشة اكتر وارتفاع الكيكة بتاعتنا. ونقلب الكلام ده كله كده مع بعض لحد ما ينزل معايا خط واحد، اعرف ان هي كده تمام. في ناس مش بتعرف هي خلاص كده تمام او ما بتلتزمش دايما. انا واحدة من الناس لما بشوف وصفة كيكة انا مش بلتزم بكمية الدقيق اللي حد تاني حطها. انا الخليط قدامي، احتجت دقيق بحطه، ما احتجتش خلاص مش بحط. انا اللي شايفة الخليط في ايدي، لان مش كل طريقة هتعمليها هتبقى زي اللي اتعملت الاول. يعني ممكن الدقيق يختلف معاكي خالص، ممكن تحتاجي ان انت تزودي على السوائل بتاعتك حوالي معلقتين دقيق، ممكن ما تحتاجهمش، فاهماني ازاي؟ طيب لو الخليط قفش معاكي زودي لبن، لو هو مثلا سايل معاكي هتزودي دقيق، خلاص خلي بالك بقى من النقطة دي. يعني الخليط انت اللي شايفاه وفي ايدك انت، وانت اللي تتحكمي فيه. بعد ما خلصت ضرب واتاكدت ان هي كده تمام وزي الفل، خدت بالظبط الكوبايه ونص والثلاث معالق كاكاو. نزلت هنا بمعلقة كبيرة من الخل، محسن طبيعي وبيساعد برضو في ارتفاع وهشاشة الكيكة جدا. جبت هنا القوالب الحرارية بتاعتي دي زي ما انت شايفين، وممكن تحطيها كلها في صينية، وحطيتهم في صينية كده من تحت عشان القوالب دي ما تتحرقش مني. وحطيت الخليط بتاع الكيكة بتاعي في شفشق كده ويكون ليه بوز عشان طبعا يساعدني في الشغل. وافضي الخليط بتاعي بقى بالشكل ده بالتساوي في القوالب بتاعتي. القوالب دي كانت موجودة عندي فعمالة اجيبها من هنا واحطها هنا وعمالة تتكسر وتتبهدل. قلت لها تعالي بقى. طبعا القوالب دي نفس فكرة مشروع الاونلاين للناس اللي بتشتغل من البيوت، يعني المشروع ده مربح وحلو جدا جدا. طبعا الكلام ده ينفع في المدن مش هنا طبعا. شايفين حطيتها كده في الصينية، دخلت على درجة حرارة 180 على الشبكة. ومهم جدا تحطيها في صينية، لان لو دخلتي ال- الاطباق بتاعتك دي الفرن على الشبكة او على الصاجة هتتحرق منك في لحظة. لازم تدخل في صينية زي ما انت شايفة بالشكل ده. عملت معايا الست اطباق دول، ما خدتش اكتر من نص ساعة، طلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، هشة وطرية جدا. تعالوا هنا بقى نسقيها بخليط حلو كده، نص كوباية من اللبن وعليها معلقة صغيرة من النسكافيه، وبالشوكة بقى او بخلة، وتخرمي الكيكة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وتسقيها بالخليط اللي احنا عملناه. الخطوة دي مهمة جدا، هتخلي لك الكيكة هشة وطرية جدا جدا، اكتر ما هي هشة وطرية بتدوب في البق كده دوبان ما شاء الله. جربوها لو عندك عيد ميلاد، لو عندك عزومة. عايزة اوريكم بقى الكيكة من تحت والتسوية بتاعتها، شايفين الجمال والحلاوة؟ اظن مفيش احلى ولا اجمل ولا اطعم من كده. زي ما قلت لكم لو عندك عيد ميلاد تقدري تعمليها، بس طبعا فكرة لو عملتيها في عيد الميلاد في كبات بتكون موجودة في محل الاكياس اللي بيبيع الحاجات اللي زي دي، هات الحجم الصغير عندها هيرمي معاكي كمية اكتر من دي لو انت مثلا عندك عيد ميلاد. لكن لو بتعمليها لبيتك زي ما انا عملت كده، هي زي ما انتم شايفين الاحجام دي حلوة قوي. بعد كده جبت الصوص بتاعي وطلعته من التلاجة، واوزعه بقى بالتساوي على الاطباق بتاعتي بالشكل ده. طعم طعامة يعني مش قادرة اقول لكم. بجد اتمنى ان انتوا كلكم تجربوا الكيكة دي. مش ضروري ابدا القوالب دي، زي ما قلتلك اعملي الخليط كله في صينية واحدة، والصوص حطيه على الصينية دفعة واحدة، هتديك ان شاء الله نتيجة حلوة جدا جدا. اي تزيين بقى تفضليه. انا عندي هنا شوكولاته شيبس اللي هي الصغيره دي، ازينها بقى اي شكل بقى تزينيه. ممكن كمان ان انت قبل الصوص ده لو عندك نص كوبايه من الكريم شانتيه ممكن تضربيها بنص كوبايه من اللبن وتحطيها وبعدين تضيفي عليها الصوص، هتديكي برضو نتيجه حلوه جدا. بس كيكه الاوريو ما بتبقاش عليها كريمه من فوق ولا اي حاجه.
شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ اظن مفيش احلى ولا اجمل من كده كيكة اوريو ممكن تعمليها وتجربيها. طعمة جدا وخطيرة بجد، طعمها حلو قوي. عايزين بقى كده نفتحها وندوق طعمها بقى ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه. شايفين شكلها؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين الجمال؟ شايفين الكيكة من جوه عاملة ازاي؟ سفنجية جدا جدا، هشة وطرية قوي ما شاء الله. جربوها يا جماعة بالطريقة دي، ان شاء الله هتعجبكم. شايفين الصوص متماسك على الكيكة ازاي؟ يا رب النهاردة تكونوا استفدتوا من الفيديو بحاجة وخدتوا منه كده طاقة ايجابية تشجعكم، وتجربوا الكيكة بتاعتي وتقولوا رأيكم فيها ايه. ما تنسونيش طبعا بدعوة حلوة ولايك للفيديو واشتراك في قناتي، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد وفي رعاية الله، ومع الف سلامة.